واحد بيحول $500 لشخص تاني وفي نفس اللحظة حصلت مشكلة في الابليكيشن خلت السيستم يسحب منه كمان 500، وده بيحصل لأن الداتابيز اختارت الافيلابيلتي على الكونسيستنسي. في الفيديو ده هنعرف امتى نختار الاي بي او السي بي، وليه البيزنس ريكويرمنت هي اللي على اساسها بنحدد وبناخد القرار ده. لو افترضنا ان في شخص معاه $1000 في حسابه وحول منهم 500، لكن في نفس اللحظة حصلت مشكلة في النتورك، ولو الابليكيشن بتاعنا شغال على 2 داتا سنتر، واحدة فيهم هي اللي حصلت المشكلة والداتا سنتر التانية شغالة مفيش فيها اي مشاكل، داتابيز زي مونج دي بي هترفض اي عمليه رايت هتحصل في الابلكيشن في اللحظه دي، وهترجع للمستخدم ان في مشكله حصلت في الابلكيشن وانه يحاول يجرب مره تانية. وده لان اي كونفليكت في الرصيد المالي ضرره هيكون اكبر بكتير جدا من ان الابلكيشن نفسه يكون واقف تماما عن الشغل في اللحظه دي، وده اللي بنسميه السي بي، ان انت بتضحي بالافيلابيلتي علشان تضمن الداتا كونسيستنسي. نفس السيناريو لو عندك مشكله حصلت ما بين سيرفرين، واحد منهم في الرياض والتاني في فرانكفورت. لو انت عندك بوست على انستجرام وجايب فعليا البوست ده 10400 لايك، لكن اليوزرز اللي متوصله بالسيرفر بتاع فرانكفورت شايفه ان البوست بتاعك جايب 10350 لايك، لكن في نفس اللحظه اليوزرز اللي متوصله بالسيرفر بتاع الرياض شايفه ان البوست ده جايب 10400 لايك. داتابيز زي كاسندرا بتستقبل كل عمليات اللايكس اللي بتحصل على البوست بتاعك من اماكن مختلفه من العالم، وفي نفس اللحظه انت عامل حسابك في الابلكيشن عندك ان انت هتعمل سينك ما بين السيرفرات في وقت ما معين علشان تضمن ان عدد اللايكس اللي بتظهر على البوست ده وليكن نفس الرقم عند كل الناس. بس للاسف في اللحظه دي حصل عندك نتورك بارتيشننج على مستوى الابلكيشن، وده ضرره هيكون اكبر بكتير جدا ان انت توقف الابلكيشن بشكل كامل وان اليوزرز ما تقدرش تعمل لايك على البوستس، وده اللي احنا بنسميه الاي بي، ان انت بتضحي بيه الداتا كونسيستنسي على حساب الافيلابيلتي. السؤال المهم هنا وانت بتختار الداتابيز اللي انت هتشتغل عليها، وده طبعا بيختلف من سيستم لسيستم تاني، هل تختار داتابيز زي مونج دي بي بتحقق لك مبدا الليدر بيز، ودي فكرتها ببساطه ان انت عندك داتابيز واحده هي اللي بتستقبل كل عمليات الرايت، وباقي الداتابيزز اللي موجوده عندك مستنيه الليدر ده على اساس ان هي تعمل معاه سينك او تحديث، ولا تختار داتابيز زي كاسندرا مفيش فيها مبدا الليدر بيز اللي احنا اتكلمنا عليه في المونج دي بي، ودي فكرتها ببساطه ان كل الداتابيزز اللي موجوده عندك تقدر تستقبل ريكويستس عادي حتى لو حصل اي مشكله. علشان تاخد القرار الصح لازم تفكر بالطريقه دي. لو الرونج داتا عندك هتسبب لك مشاكل كبيره زي التعامل مع الفلوس مثلا، اختار السي بي. ولو مثلا عدد اللايكس اللي على بوست معين مش هيفرق مع الناس تشوفها 10100 ولا 10050 بشكل مؤقت على ما المشكله دي تتحل، اختار الاي بي.